سلطة سكالوب ما كاش خير منها في هذه الاجواء الصيفيه، خفيفه وبنينه وبزاف سهله. اول حاجه درتها تبلت سكالوب، ملح، فلفل اسود، ثوم بودره وتوابل دجاج او توابل شاورما. ما نكتروش بزاف، ونقلو سكالوب في الزيت كيما راكم تشوفوا حتى يتغير لونه ويتحمر مليح. باش نخدم لاصوص فخوماج جبت ميكسور، درت انا فيه 3 حبات فرماج، تقدروا ديروا كتر وديروا شويه حليب، تقدروا ديروا سميتو وتميكسيوها مليح. انا تحصلت على هذا الطريقه. غسلت السلطه تاعي وقطعتها بهذا الشكل. جيبي اي صحن كبير عندك ديري فيه. غليت حبه بطاطا قطعتها مكعبات صغيره وضفتها، وقطعت الخيار، ديري الكميه اللي تحبي. قطعت حبه طماطيش وشويه كورنيشون، وزدت جزره مبشوره، وضفت شويه جبن هنا جوده، ديري اي جبن متوفر عندك. كي برد سكالوب قطعته مكعبات صغيره. درت شويه مايز، وهنا درت الاسكالوب، شويه بصل مقطع، ومن بعد جبت هذيك لاصوص اللي خدمتها بالفرماج ودرتها. زدت شويه زيت، تقدروا تستغناو عليها. وهنا خلطت كامل مكونات السلطه. كيما تاني تقدروا تزيدوا زيتون اخضر ولا اسود. الملح خليته في الاخر. كنت غليت 2 حبات بيض، شبحت بهم السلطه، ودرت رشه من المعدنوس. وهكذا وجدت السلطه تاعي. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وفضلا وليس امرا، اذا عجبكم الفيديو ديالي ما تنسوش تدعموني بجيم، واللي ماشي مشتركين في قناتي نتمنى تشتركوا. وهذا هو شكل السلطه في صحن التقديم. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، ومع السلامه.